السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض مكرونة وبانيه، بجد بتتبيلة سهلة جدا وبسيطة ومش تاخد منك مكونات كتيرة وهتعجبك جدا بإذن الله. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معايا نص كيلو بانيه، بصلتين. هبدأ بقى اجيب الكبة واقطع البصل بالشكل ده كده. كده خلاص قطعت البصل. هبدأ بقى احط التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن معلقة بصل بودر، ومعلقة توم بودر، ومعلقة فلفل اسمر. طبعا الملح حسب الرغبة، انا هنا حطيت معلقة. كده خلاص هبدأ بقى افرم كل المكونات مع بعض، بس وانتي بتفرميها ما تنعميش البصلة قوي، يعني ما تخليش البصلة مفرومة قوي، يا دوبك بس كأننا مقطعينها بالسكينة، مجروشة يعني بالشكل ده. وهنا بقى بدأت افضي الخليط كله، وهبدأ بقى اتبل البانيه. طبعا بتبقي مظبطة ملحك وكل حاجة. همسك بقى كل قطعة بانيه وهبدأ بقى اتبلها بالبصل. انا عايزة كل بانيهاية مليانة من التتبيلة كلها، يعني شاربة من البصل والتوابل كلها بالشكل ده. كل واحدة بتمسكيها بتغرقيها كده البصل لغاية لما اخلص كل الكمية اللي معايا. والله يا جماعة التتبيلة سهلة وبسيطة وطعمها فظيع. كده خلاص خلصت كل الكمية اللي معايا. هبدأ بقى اجيب طماطمية بالشكل ده وقطعتها، وهشيل القلب بتاعها علشان لو احنا حاطين الطماطم بالقلب بتاعها هتنزل المية، ولما تيجي تعمليها بتقليها في الزيت بتحسي ان الخلطة كلها بتاع البانيه بتقع منك، واحنا عايزين الخلطة كلها مفيهاش مية خالص. فطبعا الطماطم دي بتديها طعم حلو، عشان كده بنشيل بس القلب بتاعها. وهبدأ بقى اقطعها بالشكل ده كده. وهنبدأ بقى نخلط كل المكونات مع بعض بالشكل ده كده. كده خلاص جاهزت معانا. هبدأ بقى احطها في التلاجة. كل ما بتقعد في التتبيلة فترة طويلة بتديكي طعم حلو قوي. وهنا بقى هبدأ اعمل المكرونة. انا هنا معايا كيسين مكرونة سباكيتي ومعايا طماطم، طبعا اي نوع مكرونة انت عايزاها. وبدأت اجيب حلة احطها على النار وفيها طبعا مية، واحط فيها ملح وشوية زيت صغير، نقطة زيت كده صغيرة. وبدأت اغطيها واسيبها لغاية لما المية تغلي. وهنا بقى بدأت اقطع الطماطم بالشكل ده. وهنا المية خلاص بدأت تغلي بالشكل ده. هبدأ بقى احط المكرونة. وبعد ما استوت المكرونة بدأت اصفيها بالشكل ده. كده خلاص جهزت معانا. هبدأ بقى اعمل الصلصة بتاعت المكرونة. انا جبت حلة وحطيت فيها معلقتين سمنة وشوية زيت، وهحط الطماطم اللي احنا فرمناها بالشكل ده كده. وبعد كده هبدأ احط التوابل بتاعتنا. انا هنا حطيت شطة وفلفل اسمر وملح، وقلبته بالشكل ده. وهبدأ بقى اغطيها لغاية لما الصلصة تغلي معانا. وهنا بقى هجهز طبعا الخلطة بتاعت البانيه. جبت بيضتين بالشكل ده كده، وحطيت عليهم شوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل اسمر. وهبدأ بقى اخلط كل ده كده مع بعض. هنا بقى الطماطم بدأت تغلي بالشكل ده. انا بسيبها تغلي شوية وبعد كده ببدأ اهدي عليها النار تتسبك كده معاكي وتعمل دسم على الوش كده. خلاص تبقى استوت. وهنا بقى يا جماعة انا بجيب كيس الفشدار ده الكبير، وبيوفر معايا جدا، بيعمل معايا 4 مرات.
كويس قوي. ولما البانيه بنقليه الكفر بتاع البانيه مش بيبقى طالع منه ولا اي حاجه. وهنا بقى طبعا بدات احط البانيه في البيض وارجع تاني احطه في الفيجيتار. بالشكل ده كده. طبعا كل ده بتبقى الطاسه حطها على النار وحاطه فيها زيت عشان يسخن معانا. بتفضيه كله من البصل كده، يعني بتفضي الخلطه كلها من البانيه بالشكل ده كده. هحطه في البيض وبعد كده احطه في الفيجيتار. هنعمل لغايه لما نخلص كل الكميه اللي احنا هنقليها. كده خلاص الزيت سخن، هبدأ بقى احط البانيه. اول ما يبدأ طبعا يتحمر من تحت هبدأ اقلبه بالشكل ده كده. وهنا خلاص كانت الطماطم معانا اتسبكت بالشكل ده. هبدأ بقى احط المكرونه. كده خلاص جهزت معانا، بقت معانا بالشكل الجميل ده. فظيعه يا جماعه، والله طعمها حلو قوي بجد. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي، طعمها مش قادره اقولك. والبانيه زي ما انت شايفاه الكفر ما طلعش منه، قليته زي ما هو، طعمه حكايه. وزي ما انتوا شايفين المكرونه فظيعه، طعمها والله يا جماعه فظيع. والصلصه يا جماعه طعمها حلو قوي، وطبعا شكلها تدل على طعمها. ودي كانت اكلتنا النهارده بجد، يا رب تعجبكم. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.